حاول ينكر كل حاجة، لكن الأدلة كانت ساحقة. القاضي سأل: كيف تبرر استخدامك لمريض بريء في تجاربك القاسية؟ جمال تلعثم وحس إن كل روح مظلومة بتشهد عليه. المحاميين قدموا كل المستندات والملفات والصور والتسجيلات كأدلة دامغة. الجمهور والسلطات كانوا بيطالبوا برؤية العدالة تشتغل على أصولها. القاضي أعلن إن القضية هتتحول لمثال على عدم التسامح مع الظلم. بعد أيام من الجلسات المكثفة، الأدلة أثبتت أن الدكتور جمال كان متورطا في تجارب غير إنسانية. القاضي أعلن الحكم بصراحة: أنت مذنب بكل التجاوزات، ومعاناة مصطفى ما تنفعش تمر بسهولة، لازم حقه يرجع له. انحنى جمال ورأسه بين إيديه، وإن النهاية خلاص قريبة. في الجلسة النهائية للمحاكمة، القاضي أعلن الحكم بالعقوبة المناسبة. قال: أنت هتقضي عقوبتك بالسجن المؤبد مع منع أي حقوق طبية مستقبلا. الجمهور صفق بصمت، والعيون كانت مليانة دموع من الألم والرضا، مع إن العدالة أخيرا ظهرت. جمال نزل من منصة المحكمة وهو شايف في عيون الناس نظرات استنكار وخوف. المحاميين والإعلام كانوا بيسجلوا كل لحظة في نهاية مأساوية. سامي قال: ده درس لكل اللي يحاولوا يخلوا الظلم يفضل ساكت. بعد المحاكمة بدأت أخبار القضية تنتشر في كل حتة. الناس بقت تتكلم عن التغيير والشفافية اللي فرضها القضاء. محمود كتب مقال كبير عن القضية بعنوان: الظلام انتهى والحق بيظهر. المستشفى اتعرضوا لإصلاحات كبيرة بعد الكشف عن الفساد. الإدارة الجديدة وعدت بإعادة الثقة وتحسين الأوضاع. كل خطوة كانت بتأكد إن الماضي المؤلم مش هيرجع تاني. في لقاء أخير مع ست فاطمة قالت: مصطفى دلوقتي هيرتاح والناس هتفتكر قصته للأبد. دموعها كانت مختلطة بالأمل. بعد وفاة مصطفى وظهور الحقيقة، كان الألم مضاعف بسبب التضحية اللي عملها مصطفى عشان بنته، وإنه أصبح بطل بعيون الناس وفي عين بنته اللي هتفضل تفتخر بيه طول حياتها. وأنا بمشي خارج المستشفى حسيت إن نور الحقيقة بدأ يشرق في قلبي. الهمسات اللي كانت بتحوم حوالينا بقت ذكرى من الماضي المؤلم. قلت: مصطفى وكل اللي اتظلموا